الهريفي يحاول يعدي ويمر الكرة في اليمين ابراهيم العيسى، ولكن في هذه اللحظة ايها الاخوة والاخوات اعلن حكم المباراة الدولي ابراهيم العمر نهاية هذا اللقاء الختامي الكبير الذي جمع الفريقان الكبيران الهلال والنصر. الف مبروك للنصر في هذا الفوز، وايضا مبروك لكل فرق فائزة وحظ اوفر للهلال، وايضا نبارك لها بطولة كاس ولي العهد. ولكن النصر في هذا اللقاء حسم اللقاء وتقدم ب3 أهداف، 2 منها لماجد وهدف واحد لمحيسن، والهلال سجل له منصور الموينع. لكم اجمل تحيه ايها الاخوه، والميكروفون مع زميلنا سعد العتيبي. وهكذا ايها الاخوه الان كاس دوري خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، حيث سيسلم لفريق نادي النصر الذي تمكن في هذا اللقاء من الفوز بهذه. الله يطول عمرك ولا يخيرك. وطبعا طول عمرك قدمت هدايا للعالم الاسلامي ووطنك، الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسه، القران، كل شيء. فاعظم هديه من جماهير نادي النصر ابنائكم يقدموا مصحف كريم له 325 سنه. الله يطول. شكرا. فرجوك تقبل بالله. مقبوله. الله يديم عزك ويسلمك الله درع النادي ايضا. شكرا. الله يطول عمرك ولا يخير منك. مبروك فيصل. ماجد لا بس في هديه لك يا عبد الله. لا ابغى الشرف الكبير يا اخي. ماجد تعال ماجد. هديه لك. مساك الله بالسلامه. الله يسلمك. كيف الرجلين؟ لا الحمد لله. الحمد لله. هذه لك. الله يطول. طيب شكرا الله. فوزكم اليوم بكاس مولاي دوري خادم الحرمين الشريفين، وشوف طباعكم بهذا الفوز. وبالنسبه للجماهير الكبيره غفير الحضره تشجع النصر، اولا اشكر جماهير الوفيه اللي وقفت خلف النصر. والحقيقه احنا نسر كغيرنا عندما نحقق نصرا نقول جماهير كلها بدلا لجماهير نادينا، لا، نشكر جماهير الاتحاد والاهلي والوحده مع زملائهم جماهير نادي النصر اللي وقفوا معانا، كل الجماهير المخلصه الوفيه. والحمد لله سبحانه وتعالى ربي وفقنا. واهم من الكاس والسلام على القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين، الله يحفظه ويرعاه، اللي بكل شرف واعتزاز نادي النصر باسم كل الجماهير كتب على صدره فهد في قلوبنا انه في قلب كل واحد منا، وهذا اهم من اي كاس من اي بطوله كانت. وبعد ذلك الشرف العظيم اللي هو حصولنا على كاس خادم الحرمين الشريفين. وعموما انا احب اؤكد هنا ان الهدف اللي في النصر كان اوف سايد من اكثر من لاعب، ولكن الله فوق الجميع وما ان تشاءون الا ان شاء الله. وشكرا شكرا شكرا لكل من آذرنا ووقف معنا. واول شيء بنروح لليله هو زياره بيت الله الحرام مكه المكرمه لنعتمر ونشكر الله سبحانه وتعالى ما اسبغ علينا من نعمه. النعمه الاولى هي الامن والامان بقياده الوالد حضورنا الشريفين، لكن ايضا حضورنا المناسبة العظيمة ثم حصولنا على هذا الشرف العظيم وهي الدوري العام للمملكة السعودية للسنة الثانية. ألف مبروك. عفوا. صالح مطلق ألف مبروك فوزكم اليوم. تقول عن فوزكم اليوم بكأس دوري مولاي خادم الحرمين الشريفين. ما في شك حقيقة احنا تشريف خادم الحرمين الشريفين الحقيقة هذا الفوز الأكبر للرياضيين جميعا. وايضا الحقيقه الحمد لله حققنا الفوز على شقيقنا نادي الهلال مستوى جيد، وشاطرنا زميلنا نادي الهلال برضه مستوى جيد، والحقيقه نبارك للجميع. الف مبروك. مبروك فوزكم اليوم. الله يبارك فيك. مصطفى مصطفى ادريس الف مبروك فوزكم اليوم. ايش تقول على فوزكم اليوم؟ والله فوزنا يعني انا ما اقدر اوصف لك يعني، بس نهدي هذا الفوز لجمهورنا الحبيب اللي صاحب السمو الوكيل الامير عبد الرحمن على المجهود، هذا مجهود سنه كامله يعني الحمد لله ما ضيعناه، استمتعنا وجبنا يعني كاس خادم الحرمين الشريفين. والله اول من قبل كل شيء الحمد لله رب العالمين. التعب ما راح خساره، تعب سنه. الشباب ما قصروا جميعهم، ادينا مباراه طيبه وكبيره، مباراه طبعا هذه للذكرى اكثر منها من اي حدث ثاني. يعني مباراه زي هذه يحضرها خادم الحرمين الشريفين شرف لنا جميعا يا الرياضيين. الحمد لله يعني مجهودنا السنه هذه كللناه بهذا الفوز الكبير.
وهن الجماهير هذه، وهن أول من قبل كل شيء إخوان اللاعبين اللي كانوا عند حسن ظن الجماهير فيهم، وهذا جاي شيء من الله سبحانه وتعالى. نحمد الله على هذا الفوز الكبير. كابتن حسن، الهدف الجميل اللي سجلته هدف قوي، هل توقعت وانت ماشي بالكره انه فعلا حيكون هدف؟ والله انا وقبل المباراه يعني كان لدي احساس باني بسجل فيه هدف، وكان لدي احساس يعني هذا ان شاء الله اني صادق فيه بانه بيكون هدف جميل. وغير كذا فيه كثير من زملائي اللاعبين قالوا اليوم بتسجل هدف حلو، واخص منهم بالذكر صراحه عبد العزيز المليفي اللي كان حتى ايام التمارين قال يا محسن ان شاء الله بتسجل هدف حلو. ولا الحمد يعني، وانا ماشي بكوره لمحت سلومي كان مقفل زاويه، وفعلا عزمت على اني اشوتها بالقوه هذه يعني في نفس الزاويه هذه. طبعا مع توفيق الله سبحانه وتعالى جاء الهدف الحلو هذا. كره عكسيه خطره للنصر، تنفع من النصر وترد من حيث الانح باليسار، حيث راح يلعبها ويلعبها قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحمد لله على الفوز الغالي صراحة. أقول لك يعني صراحة يعني الأهداف اللي خلتني أبدع اليوم وإني أتنجم اليوم وزي كذا الحمد لله صراحة. وظفة الوالدة معي زوجتي نفستني الحمد لله كل شيء الحمد لله. طيب هل شعرت بنوع من الحرج او الخوف من قبل هجوم الهلال؟ لا الحمد لله انا ما اخاف الحمد لله. لا ما في الحمد لله. طيب كيف وجدت المستوى العام للمباراه من قبل فريقك النصر والهلال؟ والله 10 على 10. هذه صراحة مباراة الموسم الحمد لله. ومن الف مبروك. لمن تود ان تهدي هذا الكلام؟ اوجه صراحة ادي الجمهور صراحة اللي ساندنا، وهذه صراحة الوالدة وزوجي.